دي بقى لعشاق الشوكولاته، دبل شوكليت شيب كوكيز غرقانه شوكولاته من بره ومن جوه. كوبايه الا ربع من الزبده الطريه بحراره الغرفه، يعني تقريبا 140 جرام، عليهم كوبايه الا ربع من السكر البني وربع كوبايه من السكر الابيض، وابدا اضرب الاتنين دول مع بعض لغايه ما يكونوا كريمي كده. بعد كده هزود بيضه وعليها معلقه صغيره من الفانيليا، واضرب كمان دقيقتين لغايه البيضه ما تختفي تماما. هضيف بقى دلوقتي المكونات الجافه: كوبايه من الدقيق، عليها كوبايه الا ربع من الكاكاو الخام الغير محلى، نص معلقه صغيره ممسوحه من البيكنج صودا، وربع معلقه صغيره من البيكنج باودر، رشه الملح طبعا اساسيه، واخر حاجه هضيفها كوبايه الا ربع من الشوكليت شيبس. هخلط بقى المكونات الجافه دي مع باقي المكونات التانية يا دوب اقل من دقيقه، مش محتاجين نقلب كتير. بعد كده هاخد عجينه الكوكيز واحطها في طبق، ولازم تدخل التلاجة على الاقل لمده ساعتين. بعد كده هنخرج العجينه من التلاجة وهي بارده ونبدا نشكل فيها. شكلتها كور صغيره كده تقريبا بحجم البيضه، وبحطها على الصينيه بنفس المنظر ده من غير ما اضغط عليها ولا اي حاجه، هي بتاخد الشكل الحلو بتاعها جوه الفرن. واهم حاجه طبعا نراعي مسافه كافيه ما بين كل واحده والتانية. بعد كده بشبك فيهم كده من بره كام واحده من الشوكليت شيبس وبس كده. بعد كده نخبزهم في فرن ساخن من قبل على حراره 180 الرف الاوسط، ومده التسويه حسب ذوقكم. يعني اللي بيحبوها طريه وفالجي كده من جوه زي البراونيز سيبوها 12 دقيقه في الفرن، واللي بيحبوها ناشفه شويه او مقرمشه بسيط سيبوها لغايه 16 دقيقه. وبس كده هتستمتعوا بألذ كوكي الشوكولاته في الحياه.